امتى بتبدأ فترة العدة؟ وايه هي اقل مدة ليها واكتر مدة ليها؟ اقل مدة للعدة واكتر مدة لنفقة العدة. ده اللي هنجاوب عليه النهارده. في اختلاف كبير في موضوع النهارده، اختلاف كبير في تحديد بداية مدة العدة على حسب الطلاق. زي مثلا المطلقة اللي قدرت تثبت للمحكمة انها اتطلقت في اليوم الفلاني في تاريخ الفلاني، فترة العدة بتاعتها بتبدأ من اليوم اللي هي قدرت تثبت المحكمة فيه ان اليوم ده اللي انا اتطلقت فيه فعلا، او ممكن يبدأ من اليوم اللي اقر فيه الزوج ان انا طلقت زوجتي في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني. من اليوم اللي اقر فيه الزوج يبدأ بداية فترة العدة، او من اليوم اللي القاضي حكم فيه بالتفريق ما بين الزوجين لآلة الشقاق للضرر لخلافه. من اليوم اللي القاضي حكم فيه بتبدأ فترة العدة، أو من تاريخ تبادل أقوال ألفاظ المخالعة ما بين الزوج وزوجته، سواء ده كان قدام القاضي في المحكمة أو بره المحكمة. اتفقوا إن النهاردة هنجتمع في قعدة عرفية في قدام مأذون، هنطلق النهاردة، هو خالعتك على كذا وهو وافقت. من التاريخ ده تبدأ فترة العدة. فترة العدة برضو بتبدأ الأرملة من تاريخ وفاة زوجها، مات يوم 1/1، يبقى العدة بتاعتها بدأت من يوم 1/1. يبقى عدة الأرملة بتبدأ من تاريخ وفاة زوجها. وزي ما اتكلمنا قبل كده وفرقنا ما بين فترة العدة ما بين المطلقة والأرملة والحامل، وقلنا فترة المطلقة 3 قروء، القرء اللي هو الطهر، ومنهم من قال القرء اللي هو الحيض، ومنهم من قال اللي هو شهر، يبقى 3 شهور للمطلقة. طب الحامل، وضع الحمل، عدة الحامل وضع الحمل سواء طول أو قلل، يبقى ممكن تبقى يوم، يعني لو طلقت النهارده ولد تاني يوم فترة العدة بتاعتها انتهت. طيب حامل النهارده وطلقت قدامها 9 شهور بتوع الحمل، يبقى عدة الحامل وضع الحمل. طب عدة الأرملة 4 شهور و10 أيام، 3 شهور فترة العدة العادية وشهر و10 أيام فترة الحداد. فده اللي قال عليه ربنا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. صدق الله العظيم. ايه أقل مدة للعدة؟ أقل مدة للعدة شهرين، وده اللي قالت عليه دار الإفتاء المصرية في فتوى ليها إن أقل مدة للعدة شهرين. يا رب نكون قدرنا نجاوب على أسئلتكم النهارده. متى تبدأ فترة العدة وإيه هي أقل مدة للعدة؟ في انتظار أسئلتكم دايما، كل يوم فيديو جديد بسؤال جديد. نتمنى طبعا نرد على أسئلتكم كلها، بس والله العظيم الوقت هو اللي ضيق. وفي انتظاركم في أي سؤال جنائي أو شرعي. السلام عليكم.